السلام عليكم ورحمة الله، وحشتوني جدًا، جدًا. بقى لي كتير ما عملتش فيديوهات هنا على القناة، جايبة لكم فيديو روعة في الجمال. اللي عندها بنت وعايزة تجهّزها ولسه ما جابتش أي حاجة زي حالاتي كده، لسه ما جبتش أي حاجة خالص، ودي غلطة كانت كبيرة للأسف. واللي عايزة تجدد في مطبخها، واللي عايزة تشوف الجديد كله اللي موجود إيه في الأدوات المنزلية كلها، تتابع الفيديو ده للآخر وهتشوفي حاجات روعة، روعة. وحاجات جميلة أنا نفسي انبهرت يا جماعة. ده طبعًا سنتر رنين. نزلت كده أنا وبنتي نتفرّج وكان عامل عروض كده، قُلت أنزل أشوف العروض إيه. هاورّيكم برضه الحاجات اللي أنا اشتريتها، وإزاي تشتري الحاجة الصح، وإزاي ما تتخدعيش في العروض، لإن كلنا بنتخدع في العروض يا جماعة. بُصّوا دي المصفى طبعًا كلنا اللي عارفينها اللي هي السيليكون، كان نفسي أشوفها كده في الطبيعة، هي اللي متطبّقة دي. بُصّوا هي بتتفرد، بتبقى متطبّقة زي الصينية بالضبط. بتتفرد كلّها كده للآخر. هي ميزتها إن هي مش بتاخد مساحة لمّا تيجي تشيليها، لمّا تيجي تشيليها عندِك في المطبخ مش بتاخد مساحة، شايفين اتفردت لحد فين؟ وبعدين فيها كده كمان الفتحة اللي في النُص الغريبة دي، شايفين الفتحة دي؟ عاملة زي الفتحة اللي في الحوض، علشان لمّا تيجي تغسلي فيها حاجة تتصفّى طبيعي تلقائي من نفسها. بصراحة هايلة وجميلة، بس أنا ما جبتهاش، مش عارفة حسّيت إن يعني مش أوي. حتى ما فكرتش أبُص لسعرها إيه، هي أكيد غالية طبعًا الحاجات السيليكون معظمها غالي. بُصّوا هنا طبعًا دي كل ده بقى الصفايات وبأشكال مختلفة جدًا، صفايات الأطباق والمعالق والشوك وكده، بتتحط على الحوض بس أنا مش باحب اللي بتتحط على الحوض أوي. دي بقى تحفة بصراحة، أنا عندي منها بس شكل تاني قديم شوية، دي حاجة حديثة. دي اللي هي بتحطيها في درج المعالق والشوك، بتنظّم لِك المعالق والشوك، شايفين أنا صورت لكم كده قرّبت لكم هي بتترص إزاي، وفيها حتت مربعة صغيرة وحتت على قد المعلقة الكبيرة والمعلقة الصغيرة والشوكة الكبيرة والشوكة الصغيرة. أنا بصراحة جِبتها بس برضه فاشلة في ترتيب الدرج بتاع المعالق ده، يمكن عشان كذا إيد بتستخدمه الولاد وكده مش بيحافظوا على النظام اللي أنا باعمله، فباكتئب بقى. طبعًا الأطباق وجمال الأطباق، شايفين الأطباق اللي عاملة زي على رسمة ورقة شجر، تحفة بصراحة وألوانه برضه شدّتني جدًا. بس مش دي الحاجات اللي أنا جِبتها، أنا قُلت أورّيكم بسرعة كده بس الحاجات الجديدة، باحب أتفرّج على قسم البلاستيكات ده أوي، باعشق البلاستيكات. علب التخزين دي روعة يا جماعة، روعة وألوانها فظيعة، تنفع لحاجات كتيرة جدًا، 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 بس أنا عندي منها كتير أوي، جايبة الحجم الأكبر من ده. باحُط فيه أكياس الخزين بقى، أي حاجة خزين عندِك، أكياس شعرية، أكياس مكرونة، أكياس السُكّر، أكياس الدقيق. ساعات بيبقى في عروض كده فبتنزلي تجيبي حاجة علشان تحسّي إنِّك وفّرتِ شوية. بدل ما تجيبي مثلًا كيس بكيس تلاقي مثلًا عروض على الأكياس، بتجيبي دقيق، بتجيبي سكر كده. دي بقى بتاعة المناديل هي بقى لها فترة كبيرة مش جديدة ولا حاجة، بس هاقول لكم عيبها إيه. بصوا كده طبعًا هي كانت رخيصة جدًا، أنا اتفاجئت إنها بقت دي ب19 جنيه. شايفين أهي 19 جنيه حامل مناديل. دي كانت حاجة تافهة كده يا جماعة، كانت تقريبًا ب12 جنيه، كانت لأ يا ربي كانت أقل من ب10 ب9 حاجة كده أول ما نزلت. دلوقتي طبعًا الأسعار اتضاعفت كلها. هي مشكلتها إن بصوا الفتحات اللي فيها دي من سخونة المطبخ تقريبًا بتتكسر، يعني أنا كان عندي واحدة كنت جايباها لونها بينك كده اتكسرت كلّها وباظت، مش عارفة ده إيه، فعشان كده ما حدش يجيب دي، بصراحة مش كويسة خالص. هنا بقى منظم المكياج ده أنا برضه مش عارفة هل هو عملي والّا لأ، بُصّوا هي دي المفروض هتبقى كلّها موجودة على التسريحة، وتشيلي فيها بقى البارفانات والمكياجات بتاعتِك كلّها. بس مش عارفة حسيت إن شكلها غريب على التسريحة، بُصّوا ده شكلها من قريب، هي أكريليك كلّها أكريليك. شايفين أصلًا يعني أنا وضّحت لكم الرسمة عشان تعرفوا بتتحط إزاي. الحامل ده طبعًا تحفة، يعني بتاعة المكياج دي منظم المكياج ما اقتنعتش بيها أوي، لكن دي خطيرة، بس أنا عندي منها كتير أوي، دي بقى قُلت أورّيها لكم. بتاع البلاستيك دي يا جماعة تنفع لكل حاجة، مطبخ، حمام، وبتلم لِك حاجات كتيرة الرفيّعة والعلب الرفيّعة في الحمام، الشامبوهات والشاور والبلسم والقصص دي كلّها في رف واحد، ودايمًا أنا باعشق الحاجات اللي بتتعلق، لإن دي بتوفّر لِك مساحة كبيرة. دي بقى الصواني اللي أنا كنت نازلة عشانها، طبعًا عاملين لِك عرض ال100 أي حاجة ب100 جنيه. أغروني طبعًا صينيتين أهو نازلة من 145 ل100 جنيه، 2 مع بعض، وأنا كنت محتاجة الحجمين دول أوي، 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 بس لمّا رُحت ومسكتهم لقيتها رديئة جدًا، الألمونيا بتاعها مش حلو، وأنا عندي مبدأ في الألمونيا والحاجة اللي بنطبخ بيها تجيبيها نضيفة، حاجة مرة واحدة تعيش لِك عُمر، لكن أجيب دي وفي الآخر تسوَد وتنقّر كده نُقَر سودا ما لهاش لازمة، وكمان ما بتبقاش أكيد صحية يعني.
دول بقى اللي أنا جِبتهم، جِبت صواني تقديم، أنا كنت نِفْسي أوي في الصواني دي لإن مش عندي منها خالص. بُص هُم 3 مع بعض كان رنين عامل عليها عرض ب100 برضه. بُصّوا الأحجام بتاعتها حلوة أوي. دي بقى إيه، بُصّي بتقلبي صينية كنافة علشان يعني الكنافة لمّا بنسقيها شربات بنقلبها بتنفع أوي. بتقدّمي فيها برضه عادي للقعدة كده. الولاد ياكلوا عليها هياكلوا. دي تقلبي فيها حلة المحشي كده. تقلبي فيها حلة الكبسة، يعني تغرفي فيها الكبسة، تبقى شكلها شيك أوي على السفرة وحلوة ليكِ أنتِ وولادِك، مش لازم ضيوف وكلام من ده. هي stainless حلوة، مش stainless يعني بس معقولة. القسم الخطير بقى بتاع العرايس، اوعى بقى وشّك. بُص بقى كنتش عايزة أخرج من القسم ده، وعلى جماله وشياكة الحاجات اللي طالعة، يا بخت العرايس الجديدة. أنا هابدأ بقى أجيب لبنتي، وندمت إن أنا ما جبتش من زمان أوي. كان كلّه يقول له: "هاتي وشيلي، هاتي وشيلي." أقول لهم: "إيه ما الحاجات بتتغيّر، الأشكال بتتغيّر." بعد كده ممكن تقولي: "لأ أنا مش عايزة ده." وكمان المكان هاحُط فين، هاحُط الحاجة فين، كان ده كل هَمّي. لكن لاحظت إن الحاجات اتضاعفت. شايفين طقم الشاي السُكّر ده، الطبق على شكل فراشة والمَج بتاعه خطير. هو أنا مش فاكرة ده كان مَج كبير والّا صغير؟ لأ ده مش قهوة، ده أكبر من القهوة، ما ينفعش قهوة ده طبعًا. لأ ده نسكافيه، شاي، حاجات كده، لكن القهوة لأ ده كبير. بس شكله وألوانه يا نهار أبيض على الجمال! وهناك ألوان بقى، يعني اللون اللي مع الأسود ده أشكال بقى ألوان تانية كتيرة جدًا، جدًا يعني. ده خطير يا جماعة. القسم ده نفسه روعة، كله أطقم الشاي أهي قدامكم كلها. بُصّوا البراد اللي ليه قرنين ده، ودان كده تحفة. بُصّوا الحاجات خطيرة، خطيرة، خطيرة. كنت باحاول أقرّب لكم من الأسعار عشان تشوفوا الأسعار. ده اللي عليه الكات ده أو القطة. بُصّوا دي كمان، ده ب615 مُدهب. بُصّوا المجات اللي طالعة بالشاليمو أهو، مش البلاستيك بس اللي بشاليمو، لأ ده المجات دي كمان طالعة بشاليمو برضه، حاجة شيك كده وجميلة عرايسي كده برضه. كل دي أشكال المجات. المجات مغرية جدًا، جدًا. وبتدّي كده شكل جميل في المطبخ كمان وبتغيّري. ده اللي هو عليه الفيس بقى الوشوش دي قديمة شوية مش حاجة حديثة يعني. بس يمكن الخامة هي اللي جميلة عن بتوع زمان. فيهم لمعة كده شيك كده جميلة. لكن لازم نبدأ نجيب بقى للبنات، مش هينفع كده. في أمهات شاطرة والبنت في إعدادي بتجيب. شايفين ده عجبني أوي. زي كأنها صينية وعليها الكوباية بتاعتها، اسمه طبق فطار. أهو في منه المدوّر زي كده، وفي حُفرة كده يمكن الموبايل مش مبيّن أوي عشان لونه الأسود. حُفرة كده على قد المَج بالضبط، دايرة كده نازلة لتحت شوية. فنجان شاي بورسلين. فنجان الشاي وجنبيه المساحة اللي لو حد هيفطر تحطّي له الساندوتشات فيه. أهي الفتحة هنا باينة. بُصّوا شياكة بقى وخامة رهيبة. تحطّي الساندوتشات جنبيه أو كيكة أو أي حاجة اللي الشخص ده ياكل مع الشاي إيه يعني. أهو أهو. ده بقى اللي هي طقم التوابل. طقم التوابل برضه. الخامات الرابعة دي بقى الشوربة بقى. اطقم الشوربة. أشكال وألوان وأحجام بُصّوا كل حاجة تحتاري تاخدي بالحامل بتاعها طبعًا. ده تقريبًا الحامل ده عشان يتحط في النيش أكيد يعني، أو لو مكان في المطبخ ويتحط كده حفاظًا عليه أو في ضرفة مطبخ برضه حفاظًا عليه. وبعدين ما ياخدش مكان غير إن أنتِ تحطيه كده وتحطي الكوبايات جنبه. لأ ده شيك أوي، أوي بالحامل بتاعه بصراحة. يعني لمّا تجيبي لبنتِك تجيبي بالحامل. ده أفضل كتير أوي، أوي من اللي بيبقى ما لوش حامل. هنا بقى الصواني بقى. قسم الصواني بقى وجمالها وجميع الأسعار موجودة. يعني أيًا كان المستوى هتقدري تجيبي الصواني اللي أنتِ عايزاها، المُدهب والسيلفر. وفي لون الموف ده طالع تحفة أوي مع السيلفر حلو جدًا. وجميع الأسعار زي ما باقول لكم. هتلاقوا اللي يناسبكم كُلّه. كتير كان بينصحني إن أنا أشتري، بس بصراحة ما اشتريتش. وللأسف لقيت الأسعار اتضاعفت 3، 4 مرات. والله ده 3، 4 مرات دي من سنة مثلًا أو من كام شهر. اتفاجئت. يالّا ربنا يسعدكم كلّكم ويستر كل البنات يا رب ويفرّحنا ببناتنا كلّنا. ونشتري ونجيب لهم الحلو كلّه إن شاء الله بإذن الله. لايك بقى لو الفيديو عجبكم كده وكومنت كده جميل منكم. آآ يفتح النفس عشان توحشيني جدًا وكلامكم الجميل واحشني، بيدّيني دعم بيدّيني طاقة إيجابية بصراحة. أشوفكم في الفيديو الجاي.